العالم الغربي دائما مولع في مسألة العلوم الماورائية، العلوم الميتافيزيقية كما يقال، ولكن دائما كانوا يبنون هذه العلوم على مجرد نظريات، لأن ليس لهم قدم الاطلاع في هذا الميدان. فيأتي في كل زمان من بعلومه ونظريته يدحض نظريات من كان قبله، ولكن أن يجدوا من يؤطر لهم هذه الأبعاد وهذه العلوم وينزل لهم قوانينها من كل بعد إلى عالم الحس، إلى عالم الملك الذي نحيا به، لا يقوم به إلا الولي الفذ المأذون من حضرة الله ورسوله. لذلك أعرق الجامعات العالمية كجامعة شيكاغو، جامعة ييل، جامعة ستانفورد، هذه الجامعات التي العلم عندها ليس بالمجاملة، العلم عندها ليس بالطبطبة كما يقال، وإنما بالتأطير، بفتح آفاق للمعرفة جديدة، تقوم باستدعاء مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره الشريف لتبيان لهم هذا الميدان، وفي كل مرة يزدادون انبهارا. هذا الأمر يحتاج من إخواننا أهل الإنكار أن يوسعوا دائرة الاطلاع، عسى ربي أن ينورنا وإياهم ببعض الفهوم الجديدة. إن شاء الله سننشر لكم في الفيديوهات القادمة بعض ورشات العمل التي قام فيها سيدنا الشيخ وربط بها علوم الماورائيات، علوم الروح، العلوم العرفانية والوجدانية، أنزلها على ميدان الحس على عالم الملك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم.